السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة من متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات، والفيديو ده أنا كان نفسي أعمله من زمان والحمد لله حققت أمنيتي النهاردة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، يا رب الفيديو يعجبكم. دي كده بداية الدخلة لمتحف السادات، وكل دي صور تخص الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وهنا الشاشة دي فيها خطاب بصوت السادات على باب المتحف. ودلوقتي هندخل المتحف جوه ونشوف مع بعض في ايه من جوه، ويا رب الفيديو يعجبكم. القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو. طبعا اللي قدامنا ده أول حاجة في المتحف بتقابلك تمثال السادات، وكل ده كلام السادات: وربما نتذكر يوم ونعلم أولادنا وأحفادنا. وده تمثال السادات. في تمثال تاني منه بس في المنوفية، في منزل السادات في المنوفية، لأن السادات أصلا كان فلاح من المنوفية. وده المكتب بتاع السادات. طبعا في مكتب تاني جوه ده من البيت بتاعه الأصلي، ولكن ده المكتب بتاعه والكتب بتاعته القديمة كلها. كما قلت في 6 ساعات. كل دي مياشين وجوايز بتاعت السادات، ودي السيوف برضو بتاعت السادات. كل دي سيوف. عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. مصر عبر التاريخ عزيزة على نفسها، عزيزة على أمتها العربية، عزيزة على أمتها الإسلامية. عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. احلى حاجة الركن ده شغال بالراديو بصوت السادات مسمع في المتحف كله، وده كرسي السادات والراديو بتاع السادات. وده ركن كده كان ركن خاص بقعدة في البيت بتاع الزعيم الراحل محمد أنور السادات. ولكننا المبادرين بواجب الدفاع عن النفس، لسنا مغامري حرب وإنما نحن طلاب سلام. أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع. ده لبس السادات زمان قبل الحرب، بدلة قديمة للسادات زمان، والعصاية بتاعت السادات. واللي على اليمين ده البورنوس اللي كان بيلبسه فوق البيجامة وهو قاعد في البيت، والنضارة وكتاب والطفاية والبايب اللي كان بيشرب عليه الحشيش والجرافطة، وكل حاجة من لبس السادات القديم. ده بقى اللبس الميري بتاعه، لبس الجيش: العصاية والطاقية والسيفتي والبنطلون والجاكيت بالمياشين بتاعته، طقم الجيش كامل بتاعه ده. واللي بعديها دي بقى الجلاليب بتاعته اللي كان بيقعد بيها في البيت واللي كان بيروح يصلي بيها في الجامع. ادي الجلابيتين اهم بتوع السادات، والمصحف بتاعه اللي كان بيقرا فيه، والمصلية والسبح والعصاية
وده البايب برضو معرفش ايه اللي جابه في وسط الحاجات دي، لان هو على طول كان بيبقى معاه البايب بتاعه، يعني السادات في اي مكان بيروح. بسم الله. اخوتي واخواتي، ابنائي وبناتي، في المعتقل درست اللغة الألمانية. ده بقى مكتب السادات من البيت بتاعه الأصلي. ده المكتب بتاع السادات اللي كان على طول بيقعد فيه في البيت بالظبط. والصورة اللي ورا المكتب دي طبعا الصورة المتداولة اللي كانت على طول ورا دايما خطابات السادات وورا الصور بتاعت السادات. وده تمثال برضو للسادات. ده المكتب بتاعه الأصلي اللي من البيت، وكل الكتب دي اللي كانت عنده في المكتب الأصلية فعلا اللي كانت في مكتب الزعيم الراحل محمد أنور السادات. في رحلات كتير، دي رحلة تقريبا يونانية، وده المرشد بتاعهم اللي عمال يتكلم ده بيعلي صوته جامد، مع ان الرحلة كلها يعني 9 أنفار ولا حاجة. شايفين يا جماعة عظمة المكتب وجمال المكتب بتاع السادات. ده المكتب اللي كان على طول بيقعد فيه. كل دي طبعا صور للزعيم السادات ومحمد حسني مبارك وجمال عبد الناصر، وكل دي صور من جرايد للسادات، ويعني زي جوابات كده كان بيبعتها للسادات واختام وكده. وهنا برضو البايب بتاعه موجود. اهو يا جماعة الرحلة اليونانية اهو. انا مش عايز طبعا اصورهم عشان ايه ما نضربوش السياحة في البلد. دي صورة السادات اهو. كل دي صور من الجرايد قديمة وصور تاريخ برضو تعتبر آثار. ايوه ودي باترينا مليانة برضو مياشين ومجلات وصور للسادات. كل اي حاجة هنا، اي فتفوتة موجودة في المتحف هنا بتاعت السادات زمان. ودي بدلتين ميري اللي قدامنا دول، البيضة والرصاصي. لا البدلة الرصاصي دي بدلة عادية، لما البدلة البيضة دي بدلة ميري. وده العقد اللي كان جايبه للسيدة جيهان السادات لما خطبها يعني. ودي برضو زي جايزة كده، او زي ما الراجل اللي ورايا ده بيقول بالظبط، جايزة او زي تكريم كده للسادات. والعصاية برضو بتاعته وبدلة ميري البيضة بالطاقية بالجزمة. جزمة جميلة دي اصلي من ايام السادات بقى. شوف جزمة هتبقى عاملة ازاي. انا عايزكم تستمتعوا مع الصور ومع صوت الراجل اللي بيشرح ورايا ده، لانه بصراحة بيقول كلام زي الفل. كل دول يونانيين اللي في المكتب. كل دي مجلات برضو للسادات. Устный экспертный солдат стал нашим президентом. Уважаемые, если вы хотите узнать, как умер наш гениальный президент, если у нас чуть-чуть знали люди нашей группы, мне кажется, понимать нет. Интернет нет, мобильного нет. كده هتكون انتهت جولتنا النهاردة. فيديو عجبكم، لو الفيديو عجبك دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.